صديقي العزيز، أهلا بكم النهاردة مشاهدين ومتابعين في كل مكان. النهاردة احنا في فيديو جديد في سلسلة فيديوهات كرة القدم. اللعبة اللي معمولة النهاردة لعبة جديدة ملعبناهاش قبل كده، وهي لعبة سوبر سوبستار. واحدة من الألعاب اللي يعني مفيش حد في طفولته غير ولعبها قبل ما يلعب اف سي موبايل واي فوتبول وفوتبول 2026 والحاجات دي. فدي يعني أكيد انت في طفولتك كنت قاعد بتلعبها، او انت دلوقتي قاعد بتلعبها. اللعبة دي المفروض ان انت بتعمل لنفسك لاعب وبتنتقل ما بين الأندية وكده يعني. فاحنا قلنا نلعبها النهاردة أصدقائي، وهوريها لكم كده بنوع من التفصيل كده. هو ده أنا أصدقائي وبالسلامات البطولات اللي خدتها. بطولات إيه؟ مليون جولدن بول على 2 انترناشونال كاب مع مصر، وجولدن بوي، و2 أفريقيا كاب، وشامبيونز ليج، آسيا شامبيونز كاب، على أفريقيا شامبيونز كاب. أنا خدت تقريبا كل البطولات الممكنة والغير المستحيلة. أنا تقريبا بطولات أكتر من كريستيانو وميسي كمان. فاحنا يا صديقي هندخل النهاردة نلعبها كده شوية في فيديو النهاردة، ويعني في الآخر كده هقولكوا تقييمي ليها تبقى كام. يعني هيبقى عندنا منافسة ما بين بعض الألعاب. استنى نشوف الجون ده هجيبه ازاي. استنى أنا عايزة أشوف أنا فين، مكتوب اللعيب بتاعي. شكله جاي من ورا لسه. استنى بص دي، بص التفويتة، يا سلام. أهو أنا هنا، أنا هذا الرجل. يلا يلا يا عم حمزاوي، يلا بص دي بص دي بص دي بص دي اهو. بص اللفة دي يا ولد. الله لا، الله لا، لا 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 لا. أنا رهيب يا جماعة، أنا رهيب. أنا رقم 19 مش عارف ليه يعني، بس هو ده الرقم اللي كان مختارهولي. الباص ديت يعني حمزاوي. ماشي ماشي، يلا يا رجالة. ده مين ده ساديو ماني ولا مين ده؟ ماشي مش مهم، يلا بينا يا رجالة. قلت لكم هنعمل مقارنة هنحط هنحطها في المركز الكام. م- بقى يعني هقول لكم الترتيب بتاعها ما بين اف سي موبايل واي فوتبول وفوتبول 2026. فنقول الترتيب بتاعهم النهارده بعد الفيديو ده طبعا مبقاش في هذه الحاجات. لا، فانا عندي فكرة كويسة. انا هقفل النت ونلعب بقى براحتنا خالص. ماشي يا صديقي، احنا دلوقتي هندخل نعمل كده ديزاين شوية كده. اللعيب بتاعنا هو ده اللعيب بتاعي من غير اعمال ممكن كده اضافة التحقيقات وآلة التجديد دي حطيتها برضه في اف سي بلاي ستيشن. احنا هنختار الجزمة سوا. الجزمة دي لايقة على التيشيرت، ولكن الجزمة دي شكلها أجمل. فلو كده أنا هختار الجزمة دي بصراحة. يعني أنا هخلينا في التيشيرت النص كم، وديت مختارها. تيجي نلبس النضارة؟ لا بلاش نضارة، الكرة هتعمل في أيوة الله ينور. يلا أصدقائي، عندنا مباراة ضد الدمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا دي لعبنا كرة. بص دي، بص دي صديقي. بص المهارات، بص الإتقان، بص الشوطة. الله الله. بص الأسيست اللي عمنا ساديو ماني، الحاج ساديو ماني. أنا قفلت النت بقى، مش فاهم ازاي. مش فاهم، مش فاهم بصراحة ما هذا. استنى صديقي، ورجعت لك تاني صديقي العزيز بعد فاصل كان قصير. و عندنا مباراة ضد جدة اليوم، اللي هو على ما أعتقد يعني هو اتحاد جدة يعني. طبعا الأسماء في هذه اللعبة في غاية الإعاقة. يقول لك كايرو ريد ومدريد وايت وحاجات غريبة، ومش واخدين تراخيص بربع جنيه. بص دي بص دي، حطها له ثرو. يلا بقى، ثانية، هل نقدر نلفها كده ولا هيبقى شكلها معفن كده؟ نقدر نلفها كده. ايه الجمال ده؟ الله. في الدقيقة 18 صديقي يسجل عم حمزة. عم حمزة
بص بص يا صديقي، عايز اوريك بس ملاحظة كده من الركنية دي. ده سيبك من كل حاجة، سيبك من اللعيبة. بص الركنية الكرة، عشان اوريك بس الإعاقة في اللعب. بص الكرة معدية أصلا الخط، واللعيب بيشوط منين وهذا الكلام ده كله. شفت يا صديقي؟ أعتقد أنت شفت اللي أنا بقول عليه. ما شاء الله، بشوف العجب في ألعاب كرة القدم. يلا نلعب هذه الركنية العميقة. اوبا بص، دي دبل كيك يا دي دبل كيك، يا بص دي يا ولد، الله عليك. بص بص الروح الرياضية، الروح الرياضية بتاعتي. أنا بسلم على الناس وأقول لهم المرة الجاية إن شاء الله. تعادلنا 2-2، مش عارف جابوا الجولين بتاعهم دول منين ولا ازاي. أنا عامل سجلت جول مع نفسي، وصديقي ده سجل بدبل كيك هدف عن بس صديقي. عندنا مباراة، ولكن المباراة ديت بيقول لي سوبر هارد، يعني صعبة جدا. فاهم الأحسن، مين أحسن ولا ايه ده؟ ايه النادي ده يا صديقي؟ هنشوف دلوقتي يا صديقي. ايه الصعب بقى؟ هتعرف ايه الصعب؟ هو صديقي هجمة من البداية كده وشكلها نسجل جول اهو. فين الصعوبة؟ فين الصعوبة؟ سجلت جول اهو من أول مرة. فين الصعوبة؟ وريني أكتر حاجة صعبة عندك يا ابني، وريني الأصعب. بص التيكي تاكا يا صديقي. بص بص صديقي، بص دي، بص دي. تقدر انت تعمل دي يا صديقي؟ تقدر تعمل دي يا صديقي؟ لحظة، هو احنا الذاكرة اتقطعت مننا مش واخد بالي. ماشي. ايه ده، ايه ده؟ بص الضغط العالي يا باشا، بص الضغط العالي. ايه ده؟ انا عايز اشوف هل في حد معايا. لا مفيش. بص الحارس واقف وانا عامل كده. تتوقع يا صديقي اعملها ايه؟ من فوق، من تحت، من هنا، من الناحية اليمنى ولا من الناحية اليسرى ولا من فوقين؟ تعال نشوف يا صديقي. انا افضل من الناحية اليسرى. بص بص الجون، بص الجون يا صديقي. بص الترافيلا يا عم. تعرف انت تعمل الترافيلا دي؟ ما تعرفش طبعا، عشان انا اللي بس اللي يعني شايف. ايه ده؟ هي الكرة على فكرة كانت في رجلي وموقفين اللعب، مش عارف ليه. انا ده فعلا اكتشفت ان هي سوبر هارد فعلا دلوقتي. بص انا اعمل لك ايه، خد. اه لا، احنا كده يا صديقي، انا كده اتضايق بقى، ماليش انا في هذا الكلام. بص يا صديقي، هتعدي من كده. طب على فكرة ما عملش كلير ولا حاجة، يعني ما عملش حاجة يعني. بص انا لو في امكانية ولا اقول لك. خلاص يا عم، او شوت. خلاص جول. خلصنا في التسليم. يلا اللي بعده، جيب لي اللي بعده يا صديقي. اللي بعده، جيب لي اللي بعده. بص يا صديقي، دي تدخل في الجول. لا، يا نهاري. ايه ده، ايه ده؟ استنى يا صديقي، بص الجول. وريني السوبر هارد ده. ايه ده؟ واحنا لسه مرة كمان. ده عرفت ليه بيقول عليها سوبر هارد. استنى يا صديقي، تمشي دي، تمشي. يلا جول. الله الله الله، فوز بثلاثية من فضل هدف صديقي، واحتفالات وانتقادات وأشياء جميلة. وعندنا ربع نهائي كأس آسيا. دوري أبطال آسيا يا صديقي، دوري أبطال آسيا يا صديقي. يلا بص دي صديقي. تعرف تعمل انت دي يا صديقي؟ اللي كانت مخسرين 3-1. احنا خرجنا من ربع النهائي يا صديقي بقى. توقعاتي يعني، توقعاتي احنا كده خرجنا 3-1 صديقي من هذه البطولة الجميلة. الصراحة خرجنا من الماتشين. عيب عليك، قلت لك انا تنبأت بالموضوع. احنا عندنا صديقي افريكان كاب جروب ستيج، هنلعب غينيا.
يلا يا صديقي بص دي، انا بلعب في المنتخب على فكرة صديقي. ايوه انا صاحب شرط القيادة، خليتني محمد صلاح اعتزل وانا بقيت صاحب شرط القيادة. بص بص يعني بص الجون ده، تجيب انت الجون ده؟ على فكرة كانت جاي، طب والله كانت جاي، على فكرة كانت جاية يعني، بس هو أو الحارس متوقعهاش، كتر ما هو متوقعهاش فهي جت كده بقى. يعني احنا خسرانين 1-0، ده اللي انا ملاحظه يعني. مم، لا لا عايزها كده. ده ايه ده ايه اللي انا عملته ده؟ ما هذا الغباء الذي قمت به انا هنا. طب ايه ده بقى، احنا عايزين نمشي الكورة. ايوه كده كده مشينا الكورة. بص دي بقى، بوم، صح حطيتك ضيقة عليهم خالص يعني، صعبة عليهم. بص دي، همشي يا ولد، بص الترقيصة يعني، اتعلم يا ابني مني، اتعلم، ربما تتعلم يوم من الأيام. الله، جول بسيط يا صديقي على فكرة برازيل، 2-1 في جروب ستيج. صديقي انت لو واخد لو يعني ده نفس نتيجة مباراة زيمبابوي، منتخب مصر وزيمبابوي، فدي علامة يا صديقي. ثم نشوف اللي هيحصل في مباراة بوروندي مع، أكيد هنكسب أكتر من 1-0 يعني، مش هيحصل زي بتاعت جنوب أفريقيا على ما أعتقد يعني. أصل مفيش 1-0 تقريبا في هذه اللعبة تقريبا، هذه اللعبة مفيهاش اوبشن إن يبقى الماتش ينتهي 1-0 على ما أعتقد، مفيش الأوبشن ده عندها. ده رقم كام صحيح؟ 15، ده رقم 15 في المنتخب. شوف لي كده يا صديقي، احنا مين رقم 15 منتخب مصر في الحقيقة، واكتب لي في الكومنتات يا صديقي، وقول لي، واكتب لي كده توقعك لمباراة أنجولا، هنعمل ايه في مباراة أنجولا إن شاء الله يا صديقي. مباراة في غاية الأهمية مباراة أنجولا، رغم التعادل ولكن دي هتحدد حاجات كتيرة. بص يا صديقي، برضه نتيجة نفس نتيجة مباراة زيمبابوي ما شاء الله. مم، ماشي، ده السيمي فاينل، ده احنا رحنا سيمي فاينل مرة واحدة قدام غينيا. على فكرة هناخد البطولة دي، خلي بالك، هناخد البطولة دي في كأس أفريقيا، في في اللعبة، وإن شاء الله في الحياة برضه إن شاء الله. بص دي، غينيا برضه لسه كنا ملاعبينها برضه يعني، متهيألي أقول لك تقدم صديقي محمد الصيني في الثواني الجميلة. بص يا صديقي، اللعبة دي تعمل لها فيديو تاني يا صديقي، اللعبة دي ممتعة أوي، ده فيديو تاني، وهأجل إن احنا نلعب النهائي، مش هنلعب النهائي النهاردة، هنلعب النهائي في الفيديو اللي جاي يا صديقي. يلا 2-2 وفي مرة كمان. أيوة الله ينور. يلا احنا متأهلين يا صديقي للنهائي إن شاء الله. يلا يا صديقي، يلا أنا اللي عامل الشغل كله، أنا اللي هأهلكم، أنا اللي هأهلكم أنا صاحب البطولات، ده أنا خدت كل البطولات يا ابني، ده بطولات أكتر من كريستيانو وميسي في هذه اللعبة، في هذه اللعبة، بس خلي بالك. غير الألعاب الثانية يا صديقي. يلا عايزين كده نخلص الدنيا بسرعة عشان نكون جاهزين إلى النهائي يا صديقي. بص دي، بص يلا، في الجون دي بقى يا صديقي، أيوة ترافيلا بقى، هي دي طلعت برا. لا صديقي، دي طلعت برا، فنوقف الفيديو يا صديقي عشان أنا غير متخيل إن دي طلعت برا، فهذه اللعبة هتشلنا، فاحنا نخلي نص النهائي والنهائي في الفيديو القادم صديقي. عايزك تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص الجون ده، يلا سلام عليكم.